هنا، لكن الترجي امامنا بخبرات لاعبي الاهلي بالدفعه من الجمهور، التركيز امامنا. الكره على طول مقطوعه مره ثانيه. بيرسيتاو الاهلي حاول يمسك كره ترجع على طول. غيلان الشعلالي على ارض اللمسه من جانب فريق الترجي بيحاولوا، لكن الاهلي ان شاء الله في مباراه اليوم بالتركيز والهدوء وايضا بالتنظيم واستغلال الفرص واستغلال الكرات يقدر يحسم الامور ويسجل. هو كده امام عاشور، امام لما حلوه قوي، امام عدى، امام فات، امام عمل عرضيه لكن التمركز دفاعي تتشال على طول. كريم فؤاد يحاول بالجانب الشمال امامنا. كريم فؤاد امامنا اهو، لعب مع امبي كظهير ايسر في عده مرات ويلعب مع الاهلي النهارده، يعني مباراته ال 71 سجل 7 اهداف مع الاهلي وصنع 8 اهداف. اللي لعب مع المنتخب الاولمبي المصري في اولمبياد طوكيو لما شارك في لقاءين امام اسبانيا وامام منتخب الارجنتين كلاعب بديل. اول ركنيه في اللقاء الاهلي محمد عبد المنعم 7 اهداف، السبعه اللي سجلها كانت براسيات والهدف الاول. رامي ربيعه لسه بنحكي عن الركنيات والاهداف في غياب علي معلول اللي صنع لمحمد عبد المنعم في ظل المباريات الصديقه، سواء على المستوى الافريقي او على مستوى اللقاءات طبعا الاخيره. المره دي بقى في غياب حولها وقدم اولو امامنا هنا كان لها الدور في حسم الامور بهدف مبكر بعد 4 دقائق. جاك نادالا ادى انذار لمين؟ انذار لرامي ربيعه، اذا رامي ربيعه سجل هدف تقدم اهلاوي. ميجيل كاردوزو اي بدايه واي روعه في المباراه من ركنيه يسجل الاهلي من خلال الحقيقه الاداء الاهلاوي والحماس الكبير قوي من جانب الجماهير. الجمهور الاهلاوي اللي الحقيقه دائما وابدا مع الاهلي في كل مكان، من خلال طبعا دعمه ومن خلال اغانيه واهازيجه بالثالثه الشمال بيهز جبال وباعلى صوته دايما بنشجع الابطال. فريق كبير، فريق عظيم. الاهلي سجل باداء عظيم في اول امامنا 6 دقائق عن طريق رامي ربيعه. رامي اللي سجل من قبل، على فكره رامي سجل افريقيا في السوبر امام ليوبان كان في 2013 وسجل في 2015 في مرمى زيسكو والوداد، وسجل كذلك ايضا في مرمى النجم 2017. هو يريد ان يعادل الرقم القياسي اللي موجود عند الصخره والجمعه وحسام عاشور 6 القاب. رامي ربيعه صاحب هدف اللقاء. ادي انطلاقه امام اللي عايز يعدي، لكن مره ثانيه على طول تغطيه من توجولي. لعب روجيه ولو لاعب السابق على فكره في نادي الرجاء. شوف الروح والاداء العاليه مره ثانيه. امام مباراه مع محمد علي امامنا اهو، لاعب محمد بن علي تعود على طول وسط ملعب مروان. الاهلي خلاص، الاهلي سجل مبكرا، الاهلي محتاج يهدى، لكن الاهلي عايز يسجل الثاني ويصعب الامور. 1 لا شيء بعد 4 دقائق. ركنيه حسين الشحات وراسيه رامي ربيعه بعدما غاب علي معلول. لا يصنع الشحات ويسجل هذه المره رامي ربيعه. على طول استلام محمد هاني في الجنب اليمين. بن حميده شكوك حول مشاركه بن حميده لكن يشارك امامنا هنا. انطلاقه محمد هاني يدخل في العمق. وسام الفدائي امامنا هنا. وسام بن علي، وسام ابو علي من اللاعبين الحقيقه المميزين. وسام ابو علي عنده هدف في هذه البطوله في مرمى مازيمبي وعنده 4 اهداف على مستوى الدوري. الاهلي لازم يكون حذر. نادي الترجي هدف اللي سجله رامي ربيعه من ركنيه حسين الشحات وارتطمت في قدم روجيه اولو تعطي للنادي الاهلي افضليه وتديله الحقيقه تميز في هذه المباراه والبحث عن تسجيل هدف ثاني. لكن حذاري من الكرات والمرتدات اللي هيلعب بيها الاندفاع نادي الترجي المتوقع في هذا الوقت عشان يعادل النتيجه في ظل رغبه لاعبي الاهلي وفي ظل الدفعه الجماهيريه الكبيره. الحقيقه الامور حتى الان تقدم الاهلي بهدف رامي ربيعه. وسط ملعب غيلان الشعلالي. كرة ترجع على طول للخلف. بداية تحضير، دايما بيبداوا تحضير من عند ياسين مرياح 5 اللي امامنا هنا، او اللي معاه الكرة ده لاعب محمد امين توجاي. كرة على طول امامنا هو استلام وسط ملعب اولو. هدف مبكر في بداية مثالية للاهلي، بداية ولا اروع ولا اجمل للنادي الاهلي. وسط الملعب على طول اتقاء اولو
9 دقائق الاهلي متقدم. اذكر بهدف رامي ربيعه من ركن حسين الشحات. بيرسي تاو امامنا عنده هدفين من قبل في مرمى الترجي امامنا في نصف نهائي الموسم الماضي امامنا. هو سجل هدفين وكان سجل في طبعا تلك المباراه ايضا. كهربا مره ثانيه على طول استلام الكرات العرضيه لكن على طول كره طويله يحاول عليها امامنا. هو اكرم توفيق. اكرم توفيق بيقدم مستويات مميزه جدا. اكرم توفيق اللي بيقدم لقاءات مميزه مع النادي الاهلي. روجيه ايوالو 1-0 للاهلي. اماميه على طول الكره السريعه يغطي محمد هاني تعود الى مصطفى شوبير. مصطفى عنده 8 مباريات في هذه البطولة، 8 كلين شيت ما شاء الله. كان عند مميش 9 مباريات قبل هذه المباراة كلين شيت منذ الخسارة اللي كانت أمام الهلال. الخسارة الوحيدة كانت ليهم في مشوار البطولة أمام الهلال. لعبوا 13 مباراة، فازوا في 6، تعادلوا في 6 وهزموا في لقاء الهلال. الأهلي لعب 13 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 5. تصدر الأهلي مجموعة ضمت كل من مدياما الفريق الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري، في حين نادي النجم طبعا كان والهلال وايضا بيترو لواندا الانجولا الفرق اللي كانت موجوده مع فريق الترجي. الاهلي تخطى سيمبا ربع نهائي الفريق التنزاني، ثم تخطى مازيمبي في نصف النهائي، في حين تخطى فريق نادي الترجي النادي التونسي اسك في ربع النهائي، وميميلودي صن داونز الجنوب افريقي في مباريات نصف النهائي. فاول لصالح امامنا امام عاشور. امام ادي امام، خلي بالك امام. اصابه كانت لامام في مباراه نيوزيلاند وعوده، ولكن طبعا اكيد بعد فتره غياب لازم يلعب بحذر وبحرص في هذه المباراه. حسين الشحات ادي رامي ربيعه صاحب هدف اللقاء حتى الان. رامي هدف بعد 4 دقائق من ركنيه حسين الشحات بضربه راسيه حولها رامي ربيعه، وراحت الكره الحقيقه بعد ما لمست في قدم روجيه ايوالو في هدف اللقاء. يبدو ان الهدف احتسب لروجيه ايوالو. مره ثانيه على طول الكره تعود. الاهلي كان تعادل من قبل في لقاءات الذهاب في المباراه النهائيه، وافتكر كان امام الهلال السوداني 87 لما سجل وقتها النادي الاهلي في اللقاء هدفين مقابل لا شيء في ذلك الوقت، وكان طبعا هدف ثعلب كان في مرمى الخطا وكان سجل ايمن شوقي في تلك المباراه. ايضا 2005 تعادل سلبي مع النجم الساحلي، ثم الفوز ب3 اهداف لتريكا واسامه حسني وبركاته. بالمناسبه ابو تريكا هو هداف المباريات النهائيه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، سجل 5 اهداف. على طول كره على طول على محمد عبد المنعم. جمهور رائع. لحظات الترقب قبل المباراة والانتظار للتتويج ان شاء الله بلقب البطولة الثانية عصر النادي الاهلي. استلم على طول وسط ملعب اكرم توفيق بشكل مميز. اكرم على طول يعلق الكرة في الجانب اللي فيه حسين الشحات ومعاه كريم فؤاد. الشحات عدى حسين الشحات لامام حسين الشحات، لكن فكرتها حلوة لكن بالخارج. خارج الملعب. القوة الهجومية النهارده بنشوفها للمرة السادسة، بنشوف الشحات وتاو ووسام ابو عبد. اهلي فاز في اللقاءات الخمسة 4 مرات، والتعادل الوحيد كان مع الترجي. سجل الاهلي 7 اهداف في وجود هذا الثلاثي في ال5 لقاءات السابقة اللي لعبوا فيها معا. الشحات سجل هدفين ووسام كان سجل هدف. شكرا للزميل عبد العزيز ابو حامد طبعا اللي اعطانا هذه المعلومة. على طول كرة ملعوبة مميش، حارس مرمى واعد. استمرار لحراسة المرمى المميزة في نادي الترجي في وجود طبعا سابق لشكري الواعي. مرة ثانية هنا انطلاقة قاع يحاول كرة هجمة امامنا هنا للترجي. للخطير ساس، لكن على طول امام الضغط امامنا هنا بيطالبوا بلمسة يد. امام انطلق حلو قوي يا ولد على الانطلاقة. هجمة اهلاوية 4-3. العب يا امام الحل الفردي عند امام، ولكن على طول تصل لوسام. وسام ابو علي. بقول لحضراتكم الاهلي ظل يبحث كثيرا في هذا المكان وفي هذا المركز منذ عماد متعب والنجوم الكبار طبعا، لكن كان اخرهم عماد متعب. الاهلي بيدور في هذا المكان، وايضا فلافيو بيدور كتير قوي على ضلته. اخيرا امامنا هو الفدائي وسام ابو علي في الشباك من خارج، واحده من الكرات الخطيره. كان بيطالبوا بلمسه يد، لكن امامنا هو الحكم اللقاء جاك نادالا. زي ما قلنا 5 لقاءات الاهلي لم يخسر مع قياده تحكيميه لهذا الحكم، وايضا كان ادار لفريق النادي الترجي مباراته في ربع النهائي مع اسك ركلات ترجيح، وايضا كان ادار ايضا مباراه الشبيبه اللي كانت انتهت 1-1 في النسخه السابقه. هجمه حلوه لوسام
اول 14 دقيقه الاهلي كان ممكن يسجل امامنا اهو هدف ثاني في الهجمه الواعده اللي كانت منذ قليل امامنا، واللي قادها امامه واللي سجل تسديده حلوه قوي وسام ابو علي. اتقاء امامنا هنا، اللعب على المساحات، اتقاء. شوف هنا الانطلاقه في الجانب الشمال، بن حميده بيرسي تاو، بص الروح والاصرار. بيرسي تاو امامنا هنا، تعود على طول الى البرازيلي ينساس، اتقاء. غيلان الشعلالي، هدف اهلاوي مبكر، سجل اون جول عن طريق اللاعب روجيه اوالو، راسيه رامي ربيعه، لكن الهدف زي ما شفنا احتسب على الاون جول على اللاعب اللي سجله بالخطا في مرماه. اتقاء حسام، اتقاء امامنا لاعب السابق والاتحاد المنستير حسام، اتقاء. لاعبين الحقيقه المميزين جدا ضمن الصفقات والتدعيمات. مره ثانيه هنا انطلاق توجاي جزائري في دفاعات فريق نادي الترجي الرياضي التونسي. تعود مره ثانيه ياسين مرياح، اثنين دوليين على فكره، مرياح مع تونس وتوجاي مع منتخب الجزائر. في الجانب الشمال تغيير اتجاه هنا من جانب بن حميده بدأ الترجي يمسك كوره، هدف المبكر في مرماهم برأسية رامي واللي ارتطمت في قدم اوالو من ركنية الشحات. هنا مرة ثانية على طول تدخل ابعاد تطلع ميغيل كاردوزو البرتغالي، مباراة رقم 16 لميغيل كاردوزو، 9 انتصارات 4 تعادلات، منها تعادل مع الاهلي وخسارة كان في مباراتين. خسروا في الكاس امام محيط كراجنا، خسروا قبلها امام الملعب التونسي في الدوري، لكن كان فازوا في اخر لقاء في الدوري التونسي على الاتوال، على نادي النجم الرياضي الساحلي 3-2. الاهلي حقق 4 انتصارات متتاليه في الدوري على الاسماعيلي والجونه والاتحاد السكندري والبلديه بلديه المحله، وكان ايضا طبعا فاز كذلك في لقائه امام فريق نادي مازيمبي ضمن لقاءات نصف النهائي، لقاء العوده نصف النهائي اللي كان انتهى بثلاثيه نظيفه لصالح النادي الاهلي. على طول مره ثانيه 1-0 للاهلي. مباريات النهائيه دايما ليها طابع، واي طابع. الاهلي في النهائي ال17 في حين النهائي التاسع للترجي، 11 لقب اهلاوي، 4 القاب للترجي، حتى الان تقدم اهلاوي. كريم فؤاد استلام على طول، امام شوف هنا وسط ملعب ادوار مهمه قوي، ادي مروان لكن لعبها وحش مروان، اتقطعت الكوره، يبدا هجوم الترجي. نادي الترجي اللي بيحاول، طبعا عندنا في الاستوديو نجوم كبار، اساطير، كابتن طارق دياب احسن لاعب في افريقيا ونجم الترجي ووزير السابق في تونس، ايضا موجود الصخره وائل جمعه، وطبعا واحد من اصحاب الارقام القياسيه مع القلعه الحمراء، وايضا موجود النجم الكبير يوسف شيبو من المغرب. طبعا اسماء كبيره تليق بمباراه كبيره، وامامنا هنا حتى الان اللقاء هدف مقابل لا شيء. مره ثانيه تعود محمد بن علي في وسط الملعب، روجيه اوالو، بدا الترجي يمسك كوره عن طريق ينساس، عايز يعمل ال1 وال2 امامنا، لكن اتقطعت الكوره، كان موجود غشه في اللقطه اللي فاتت. تعود امامنا اهو الضغط العالي، اكرم حفاظ على الهدوء، الحفاظ على الثقه، الحفاظ على الهدف، هدف واحد يكفي للتتويج. حسين الشحات مره ثانيه لامام، كريم فؤاد، الضغط الموجود حاليا من جانب لاعبي فريق النادي الاهلي، طبعا يعني الضغط النفسي. بص بيمسكوا كوره وبيمرروا واحده والثانيه في هذه المباراه. حتى الان ادي امامنا المباراه 9 كلين شيت كانوا للحارس امان الله مميش قبل ان يسجل اوالو في مرماه. على طول استلام المره دي من وسام، لكن على طول وسام. المباراه الاولى على فكره هي مباراه التعادل السلبي، كان فيها تحفظ كبير واحترام كبير، ندره الفرص والمحاولات، لكن الاهلي سجل مبكرا مع الضغط الاهلاوي المبكر. مصطفى شوبير امامنا هو في حراسه مرمى الاهلي، اوفا، رامي ربيعه كابتن وقائد الاهلي، مروان. قول لحضراتكم بدلاء الاهلي النهارده الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وكهربا واحمد عبد القادر ورضا سليم واليو ديانج وقفشه وطاهر، محمد طاهر، وطبعا مودست. اماميه الكوره، انطلاقه المره دي اكرم توفيق، انطلاقه اهلاويه، اكرم مفيش رايه، فين اكرم خارج القائمه في مباراه اليوم. كان كوكا ومتولي ومصطفى مخلوف موجودين، لكن طبعا اصابه علي معلول، اصابه عمرو السوليه، اصابه ايضا محمد الضوي كريستو، ولاسباب فنيه كريم الدبيس، وكذلك كريم ندفد وخالد عبد الفتاح وحمزه علاء، وعدم القيد لكل من محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد. مره ثانيه هنا استلام على طول، الترجي بيحاول يمسك كوره، روجيه واهله تصل على طول الى ياسين مرياح. مباراه حتى الان اهو الترجي بدا يعني يضغط، لكن الاهلي في المرتدات سريع. بيرسي تاو للشحات،
الشحات، ولكن كان لازم يطمع هو مره ثانيه ترجع. وادي امامنا وسام، وادي بيرسي تاو. فين يا راجل؟ فين يا راجل؟ بيرسي تاو مهم قوي، مهم قوي. هدف ثاني في هذا التوقيت، هدف ثاني مهم قوي في التوقيت ده، هدف ثاني. بص امامنا هنا ادي مروان عطيه، مروان يقدم مستويات مميزه جدا، ومن اللاعبين الحقيقه اللي لعبوا فيها فار، دي فيها فار. ادي امامنا روجيه اولو. بص يا ساتر يا ساتر يا ساتر على التدخل في اللقطه دي، تدخل عنيف. بص الهجمه اللي فاتت دي لو كملت، لكن الشحات اعتقد كان في موقف تسلل، ورجعت من وسام الى بيرسي تاو. لكن فين يا راجل؟ فين يا تاو؟ بيرسي تاو امامنا هي الكره اللي راحت بعيد قوي من بيرسي تاو. 9 اهداف لبيرسي تاو افريقيه مع النادي الاهلي، منها هدف كان في يانج افريكان في هذه النسخه، و5 كان اهداف في النسخه السابقه. ادي اللاعب روجيه اولو، شفنا انذار لرامي ربيعه وتدخل عنيف في اللقطه اللي فاتت امامنا. بدلاء فريق نادي الترجي النهارده في حراسه المرمى الحارس معز بن شريفيه، اسامه ابو جره، رائد بوشنيبه، هاني عمامو، غيث الوهابي، محمد علي بن حموده، زكريا العايب، اوجبلو، واللاعب بوكع. شوف تدخل، اعتقد دي لازم يكون فيها فار، الكره دي لازم يكون فيها فار. بص الهجمه، بص التدخل، يا ساتر يا ساتر يا ساتر على الدخل، يا ساتر. في اللقطه اللي فاتت تدخل عنيف قوي من توجولي اللاعب روجيه اولو. حكم اللقاء بيدي انذار. ادي امامنا حكم اللقاء، 5 مباريات للاهلي، الاهلي لم يخسر وادار. كان 3 مباريات لفريق نادي الترجي. هذا الحكم امامنا هنا في هذه اللقطه. ثاني أسرع هدف للنادي الأهلي في هذه المباريات النهائية بعد 3 دقائق و30 ثانية، وأسرع هدف كان لمؤمن زكريا في النهائي مع الوداد 2017، كان بعد 220 ثانية خالص. طبعا يعني الدعاء بالشفاء لمؤمن زكريا، واحد من اللاعبين الحقيقة المميزين. طبعا قبل المباراة عدد كبير قوي من جماهير الترجي الحقيقة، لكن الساعة المحددة 2500 مشجع. عادي رأسية رامي ترتطم في اللاعب روجيه اولو، وفرحة مارسيل كولر أمامه. فرحة مارسيل كولر، هل يحقق مارسيل كولر ألقاب جديدة؟ طبعا تضاف، عنده 11 لقب على فكرة في تاريخه. النهارده هيكون ان شاء الله اللقب الثاني عشر للأهلي، واللقب الثاني عشر كذلك ايضا لمارسيل كولر خلال رحلته ومشواره ورحلته مع النادي الاهلي. روجيه امامنا 22 دقيقة في مباراة الاهلي متقدم فيها بهدف للاعب اولو من رأسية رامي ربيعة وركنية حسين الشحات. شفنا كرة وسام وشفنا كرة بيرسي تاو، وكان اصابة وانذار كان منذ قليل للاعب اولو بعد تدخله العنيف الحقيقة اللي عليها كلام الكرة دي. لكن اكيد طبعا عودة للفار اللي موجود فيه لحلو بن ابراهيم، وايضا ليريا، وكذلك طبعا الجزائري لحلو وليريا من غانا، وايضا محمد عبد الله السودان الموجود ايضا في الفار. على طول انطلاقه من جنب الشمال، كريم فؤاد يحاول يعدي، كريم يلعب كره عرضيه، لكن على طول التمركز وفي ارتباك. شوف هنا كره ترتطم في قدم توجاي، كره ترتطم في قدم محمد امين توجاي امامنا. لاعب بيلعب مع النادي منذ 2020. محمد امين توجاي على طول استلام من اللاعب مميش، يلعب كره لتوجاي مرة ثانية تعود أمان الله مميش، 1-0 للأهلي. رأسية المرة دي على طول من جانب اللاعب رودريجيز، سرعة التحول ومحاولات أمامنا حسام الدين غشة، لكن دفاع الأهلي النهاردة كل هذه الأمور النهاردة الأهلي عليه أن يراعيها تماما في مباراة اليوم. الارض والجمهور اكيد طبعا، لكن التشكيل المناسب موجود، الهدوء والصبر موجود، التركيز وتقليل الاخطاء ايضا موجود، تسجيل مبكر حدث بالفعل، يقظه دفاعيه، وسط ملعب بيلعب ادواره حتى الان واضح، ادوار مهمه قوي الاكرم وامام، ومعاهم مروان عطيه اللي بيغطي على زملائه. وامامنا هنا ادي النجم طبعا كريم فؤاد النهارده في يعني مباراه تاريخيه لكريم فؤاد. على طول كره عاليه، رميه تماس طويله، ترجع مره ثانيه ينساس، روجيه اولو. ترجي مسك كوره لكن دون خطوره حتى الان، ان شاء الله يكون بدون خطوره في اللقاء حتى النهايه، حتى يكلل الاهلي بلقب هذه البطوله، اللقب الثاني عشر لهذا النادي في النهائي الخامس على التوالي، واللقب الثاني على التوالي دي في ظل الرغبه الجماهيريه الكبيره وفي ظل الخبرات وفي ظل الاداء. تعود على طول مرياح الى توجاي الى روجيه اولو. ترجي اللي تطور كتير في النسخه الحاليه واللي وصل إلى هذه المرحلة من خلال ميغيل كاردوزو،
واللي كان خرج نصف نهائي البطوله الماضيه كان امام فريق النادي الاهلي، وخرج في 2022 امام وفاق الصيف في ربع نهائي، وقبلها 2021 امام الاهلي نصف نهائي، وقبلها ربع نهائي في 2020 امام الزمالك. كان بطلا لاربع مرات خلال رحلته في 94 و2011 و2018 و2019 في تتويجه بلقب هذه البطوله. رمي التماس محمد هاني 25 دقيقة، ما زال الأهلي متقدم بهدف بنيران صديقة من روجيه أوالو. رمي التماس على طول تعود مرة ثانية، رمي التماس أخرى الأهلي. تسيير المباراة، إدارة المباراة مهمة جدا، توزيع الجهد مهم. الأهلي بدأ بنسق عالي وبضغط عالي، وأسفر هذا الضغط عن تسجيل هدف في الدقيقة الرابعة بعد 3 دقائق و30 ثانية. يانساس قادم من ويلينغتون من نيوزيلاند، هذا اللاعب طبعا البرازيلي، يمرر كرة في العمق خطيرة. محمد هاني تغطية ممتازة، محمد هاني وإبعاد من رامي، لكن أمامنا هو الاستلام 50 مقابل يعني تقريبا يعني نسبة تقريبا متقاربة، يعني 50.2 49.8، وكرة خطيرة جدا اللي فاتت. كرة بيحاولوا اختراق من العمق، لكن قطع وغطى حلو قوي محمد هاني. مرياح توجاي اهلي بدأ ينظم امامنا هو دفاعاته ويلعب على المرتدات، استغلال لاعبي الترجي اللي بيحاولوا يندفعوا هجوميا، لكن مع الحذر طبعا اكيد، لان بيواجه الاهلي اللي سجل 20 هدف حتى الان في البطولة واستقبل هدف وحيد، وفريق نادي الترجي اللي سجل 9 أهداف واستقبل 4 حتى الآن في اللقاء رقم 14 ليه على مستوى البطولة. مرياح إلى توجاي، كرة اللي في العمق، تعدي من غيلان الشعلالي، تعود للأهلي. أكرم يجري حلو قوي، وسام أبو علي، وسام المساحة موجودة يا وسام، لكن وسام ياخد ركلة ركنية. شوف أمامنا هنا مساحات، الأهلي لازم يستغل هذه المساحات ويسجل في هذه المباراة هدفه الثاني على الأقل، يطلع الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. هذه كرة وسام أبو علي، هذه وسام هيمثل منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وأيضا كأس آسيا القادمة إن شاء الله. مجموعة فيها استراليا وفلسطين ولبنان وبنجلاديش. بعد ما طبعا خلاص لعب يعني خد الاذن وخد موافقه الاتحاد الدولي للقيام بتمثيل فلسطين. راسيه رامي مره ثانيه، لكن ابعاد مره ثانيه، هذه المره فاول لصالح نادي الترجي، فاول للترجي. امان الله مميش والده مدرب حراس مرمى، من اللاعبين الحقيقه اللي لعبوا افريقيا للشباب. امامنا اهو واحد من اللعيبه اللي بدا ياخد الفرصه، لعب 15 لقاء في الدوري وبيخوض النهارده مباراته رقم 13 في هذه البطوله، وعنده 9 مباريات قبل هذا اللقاء كلين شيت. بص جمهور الاهلي، شوف جمهور الاهلي اللي دايما جمهور الاهلي هو حماه، كما يتغنوا بهذا الامر جماهير الاهلي اللي دائما اللي بتتكلم على الاهلي يعني كل حب بكل انتماء. جمهوره ده حماه على الحلوه والمره معه. حتى الان الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء بنيران صديقه من اللاعب روجيه أوالو. راسيه رامي ربيعه من ركنيه الشحات التطمت في قدم أوالو وتحولت في شباك امان الله منيش. بن حميده محمد هاني ترجع على طول، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، واللي حضراتكم 7 أهداف اللي جابها عبد المنعم، منها هدف في مرمى مازيمبي. الاهداف دي 7 صناعه علي معلول، اكثر اللاعبين صناعه للاهلي على مستوى بطولات افريقيا. محمد عبد المنعم، امام عاشور نزل استلم حلو قوي، امام يرجع مره ثانيه، محمد عبد المنعم. رامي ربيعه، الاهلي متقدما بهدف حتى الان بعد مرور 29 دقيقه. الاهلي متحكم تماما في ايقاع المباراه، في رتم المباراه. تغيير لعب امامنا هو محمد هاني، استلام حلو قوي، بيرسي تاو، ولكن فين التغطيه مره ثانيه يجيبها بيرسي تاو الجنوب افريقي. امامنا هنا فايق بيرسي تاو، فايق 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، لكن الافريقيا هذا الموسم بيكتفي بهدف في يانج افريكانز، عكس الموسم اللي فات كان 5 أهداف، والموسم اللي قبله كان سجل 3. المريخ كان في مرمى هدف وفي مرمى وفاق الصيف هدفين. النسخه الماضيه سجل في مرمى سان داونز وفي مرمى القطن هدفين، في مرمى الترجي وهدف في مرمى الوداد. امامنا هو بيرسي تاو، واحده من الكرات والهجمات الاهلاويه الاخطر والافضل حتى الان، والاهلي متقدم بعد نصف ساعه بهدف سجل بعد 4 دقائق من خلال اللاعب روجيه أوالو في مرمى بالخطا. رامي ربيعه، كره على طول، رامي تدخل، فاول على وسام. بص هنا ذكاء
اللاعب توجاي. ادي وسام ابو علي اللي بيتطور، اللي الحقيقه عامل اضافه، عامل عمق هجومي مميز جدا في التحرك في المساحات، وايضا مميز قوي على القدرات التهديفيه، وسجل واحد من اجمل اهداف البطوله، الهدف اللي كان جابه في مرمى فريق مازيمبي، هدف الثاني للاهلي في لقاء مازيمبي في نصف النهائي. بدايه هجمه، الاهلي بيفرض اسلوب لعب على نادي الترجي، يعني الاهلي هو اللي فرض اسلوبه. بص الضغط هنا من اكرم. نادي الترجي حتى الان ما شفنالوش كره خطيره، يمكن الكره الوحيده اللي كان فيها ملامح خطوره اللي اتعملت في العمق الهجومي من ساس، واللي غطى فيها محمد هاني بشكل رائع واوقف هجمه كانت واعده امامنا. ادي ميغيل كاردوزو المدرب البرتغالي اللي بيتولى المهمه مع فريق الترجي امامنا في رحله البحث عن التعادل، ولكن الاهلي حتى الان ما زال متقدم بهدف لوجيه اولو التوجولي بعد مرور كان 4 دقائق الهدف، وحتى الان هو بالدقيقه 32 وواحد لا شيء. رمي التماس ترجع مره ثانيه، امان الله ميميش. بدايه الهجمات من جانب الترجي دايما بيحاولوا يبداوا دايما من عند مريح 5، ويبدا من عند توجاي او غيلان الشعلاني اللي بيلعب كره عاليه امامنا هنا اماميه في اتجاه محمد بن علي. ينساس كره تطلع لخارج الملعب، تطلع الى رميه تماس. ادي تحركات محمد بن علي قادم من صفاقسي، تغطيه دفاعيه من كريم فؤاد. برافو يا كريم فؤاد نجوم المستقبل، ثم نادي امبي، وكان بيلعب مع امبي ده بقولنا يعني لعب 30 مباراه مع الاهلي، بيلعب لقاءه رقم 71 مع النادي الاهلي بمباراه اليوم. كريم فؤاد في غياب علي معلول. رمي التماس محمد بن علي، رمي التماس. تشوف امامنا هنا كره، ادي مروان، لعب بيستمر، كريم فؤاد ضغط، لكن فين كريم؟ تمريره وحشه قوي لساس اللي بيمرر كره لمواطنه رودريجيز، لكن مقطوعه. مره ثانيه تدخل ضغط المره دي من جانب الترجي اللي بيحاول انه يصعد الامور هجوميا، وادي امامنا قاء ورايه من المساعد، ورمي التماس لصالح النادي الاهلي. رمي التماس للاهلي طلعت بكده راجل قدام، يعني امام المساعد الاول، وهو في سواني سورو من ليسوتو، طاقم التحكيم اللي مع جاك نادالا، الحكم نجامبو، الحكم الكونغولي نادالا، يعني عشان برضه ننطقها صح. يعني مره ثانيه تمرين المره دي، تغطيه دفاعيه محمد هاني اللي عامل مباراه يعني ما شاء الله، مباراه كبيره. حتى اكرم توفيق، اكرم يرجع على طول لكريم فؤاد، كريم امام في محاوله مرور، عدى برشاقه من القاء، ومن الثاني امامنا اهو حكم اللقاء يدي فاول على محمد بن علي، شوف امام عاشور المراوغه والمناوره وفرصه لالتقاط الانفاس. بص امامنا، بص كتفه ده كتف اللي كان اصيب في لقاء مباراه نيوزيلاند ضمن الدوره اللي اقيمت في استاد العاصمه، استاد مصر، احد الملاعب الجديده اللي بتشعرنا بالفخر الحقيقه. وشفنا الدوره اللي فيها كرواتيا وكان فيها تونس وكان فيها نيوزيلاند، وكل التوفيق لمنتخب مصر مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله في الفترات القادمه امام بوركينا فاسو، امام غينيا بيساو، وايضا توفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله في الاولمبياد القادمه ان شاء الله في باريس، ومبارياته امام الدومينيكان وامام اوزبكستان وامام اسبانيا ان شاء الله في اولمبياد باريس حصريا على قنوات بي ان سبورت. شوف الاهلي استحواذ 46.5 في مقابل استحواذ 53.5 حتى الان. امامنا اهو 3 اخطاء مقابل 2. انذار للاعب اولو، وانذار كان لرامي ربيعه في الهدف. كره خطيره امامنا ملعوبه من الشحات لكن لخارج الملعب. ادي كره من الشحات خادعه لكن تمر وتعدي امامنا اهو بامان وسلام. اداء الاهلي في ثقه، في شخصيه البطل، في تنظيم والتزام، وفي يعني لمسه وبصمه لمارسيل كولر الحقيقه السويسري اللي بيتعامل بشكل مميز جدا مع النادي الاهلي، وتحدث حقيقه حول سياسه النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، الكابتن الخطيب الحقيقه، وحرصه كمان ان هو يتابع كافه تفاصيل تنظيم المباراه النهائيه، وشفناه في ارض الملعب، يمكن كان امس في زياره للملعب، وان شاء الله الامور تكلل بالنجاح ان شاء الله. وجمهور الاهلي النهارده اللي تحدث كثيرا قبل المباراه، حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا للكبار، وانت الاسطوره. وشفنا الاسطوره اللي شارك طبعا محمد رمضان بتقديم فقره فنيه، سفير الاتحاد الافريقي لكره القدم. كرات العاليه راسيه خطيره، واحده من مراكز القوه لدى فريق نادي الترجي. شفنا الكره الراسيه دايما على القائم البعيد لمرياح، لكن رامي في فاول للاهلي.
واحدة من النقاط المهمة عند الترجي كرات ثابتة واستغلال الحقيقة تقدم ياسين مرياح الدولي التونسي رقم 5، ودايما هو بيعيد الكرة. شوف أمامنا هو أعاد الكرة في اتجاه البرازيلي اللي كان موجود أمامنا هنا رودريجيز اللي كان في اللقطة اللي فاتت، لكن فاول للأهلي. فاول للأهلي المتقدم بهدف مقابل لا شيء. مصطفى شوبير على مهله مصطفى إمام، دور وسط الملعب مهم. امام واكرم ادوارهم مهمه. ادي يا ولد حسين الشحات يلم لمه حلوه قوي ويدخل في العمق. الشحات تمريره وادي بالكعب معموله حلوه الكره من وسام ابو علي الكعب اللي فات في اتجاه امامنا هو كريم فؤاد. فرصه لو كانت اكتملت، طبعا هي محاوله للاهلي لا تصل الى مستوى الفرصه، لكن لو كملت كانت تبقى فرصه حلوه قوي. الشحات يا عيني على الشحات، حسين الشحات يطلق صاروخ ارض جو، وامان الله مميش في حاله من الخضه. كرة حلوة أمامنا، أدي الشحات هو يعني بشكل مميز. حسين الشحات يسدد كرة قوية جدا، لكن على طول المرة دي أمامنا لما مش يطلعها الركلة ركنية. الجماهير الحقيقة اللي النهاردة هي العامل الأول حتى الآن في المباراة. التفوق الأهلاوي مع جماهير لم تتوقف. حسين الشحات هل يكرر السيناريو؟ أمامنا هو الكرة العرضية اللي جاب منها الهدف طبعا، وركنية رابعة في المباراة. الشحات اللي مقدم اداء مميز حتى الان، اداء اهلاوي مميز. شوط اول شخصيه البطل بتظهر بهذا الاداء اللي حتى الان. الفائز طبعا في هذه المباراه النهائيه طبعا من ذهاب وعوده يلتقي مع الزمالك ان شاء الله في السوبر الافريقي. الزمالك المصري بطل الكونفدراليه. بيرسي تاو ركنيه هذه المره بالجانب اليمين، هيلعبها بالشمال. بيرسي تاو راسيات الاهلي عم يتقدم، لكن ترجع مره ثانيه كره وسط ملعب. شوف يرجع منين محمد هاني المصطفى شوبير. مصطفى كريم فؤاد تغيير اللعب، لكن فين يا كريم؟ طويله قوي الكره سهله في ايد ميميش. الاهلي حتى الان حقيقه يعني تقدم مستحق بهدف. كنا نطمع في ثاني وثالث. كرة بتاعت وسام ابو علي اللي في الشباك بالخارج، كورتين لبيرسي تاو وكورتين للشحات، منهم الكرة الأخيرة اللي أنقذها أمان الله مميش. أمامنا هو الحارس صاحب ال20 عام. على طول الكرة من مرياح. جيلان الشعلالي اللي دايما بينزل يستلم. بص الضغط الاهلاوي، يقطع امام تمريره وتحت فرصه. الشحات الثاني، الشحات يضيع فرصه كبيره. الشحات كان هيسجل الثاني، فرصه كبيره، لكن شوف الضغط الاهلاوي والاداء الاهلاوي والروح العاليه. مره ثانيه رودريجيز محاولات الترجي للخروج السريع بالكره، لكن الشحات الضغط كان 10 على 10. الكره اللي فاتت من امام والشحات يضيع فرصه كبيره للاهلي في الدقيقه 38. هجمه للترجي، الاهلي كان في امكانه انه يسجل ثاني وثالث. تمريره خطيره، التحرك امامنا ينساس اول مره بنشوف لاعبي الترجي امامنا هنا في المناطق الخطر، لكن محمد هاني اماميه طويله. هاني على طول طبعا جهد بدني كبير بيبذل في هذه المباراه. الاهلي بهذه الرغبات وبهذه الدوافع الكبيره وبهذا الاداء الحقيقه الرجولي والخبرات الموجوده، الاهلي بمن حضر رغم غياب واحد من اهم العناصر الهجوميه في الاهلي علي معلول، لكن لاعبي الاهلي بيقدموا اداء مميز حتى الان. الاكثر فرصا في هذه المباراه بيقدموا لنا مستوى مميز ومتقدمين منذ الدقيقه الرابعه بهدف سجله رجاء ولو في مرمى الخطا بعد راسيه رامي ربيعه من ركنيه حسين الشحات. على طول لمسه من جانب مرياح. حسام طقاء، كرات الاماميه طقاء في اتجاه غشه، لاعب الجزائري غشه، لكن ابعاد امامنا هنا. تصل مره ثانيه كره حاول يبعدها الشحات، ترجع مره ثانيه كره غيلان الشعلالي على الارض المره دي الى ينساس، لكن محمد هاني قدم مباراه حتى الان ما شاء الله. محمد هاني عامل مباراه مميزه حتى الان. محمد هاني مستويات اللي قدمها لنا من قبل كلنا نفتكر، كان سجل في مرمى مونتري في كاس العالم للانديه لما قدم واحد من افضل مبارياته. جمهور الاهلي لم يتوقف عن الغناء. 4 حروف كتبوا الانجاز، هو اهلي. ودي امامنا كره الشحات الخطيره من الضغط العالي اللي اتعمل، لكن حط رجله مرياح. حط رجله امامنا هو ياسين مرياح في توقيت قاتل. اللقطه اللي فاتت دي صبر عليها قوي الحقيقه حسين الشحات، كان ممكن تتلعب افضل. استلام على طول من جانب كريم فؤاد لمروان عطيه. اكرم توفيق، في الجانب اليمين محمد هاني. الجبهات حقيقه وتوظيف الجبهات معمول صح ما شاء الله، يعني معمول صح جدا. هاني واكرم وامام بيرسي تاو في اليمين، كريم فؤاد وامام والشحات جبهه يسرى، وده بيخلق نوع من التوازن في الاداء الاهلاوي مع تحركات اللي بنشوفها من وسام ابو علي في قلب الهجوم.
41 دقيقة، 1-0 للأهلي. روجيه إيوالو كما يظهر على الشاشة، هدف واحد يكفي للتتويج باللقب الثاني عشر، ويستمر الأهلي في رحلة الأرقام القياسية وحظ الألقاب الإفريقية أمام الترجي الذي يسعى للتعويض. هدف اللقاء أمامنا هنا ويعقد الأمور، ولكن الأهلي كان قريب جدا أنه يسجل في هذه المباراة. رامي، كرة ترجع مرة ثانية على طول للخلف. مصطفى شوبير لم يختبر، وإن شاء الله لن يختبر في هذه الليلة. ترجع مرة ثانية رامي ربيعة، رامي، مصطفى شوبير. اهلي بيحافظ على الكوره في الدقائق الاخيره من الشوط اللقاء الاول. الشوط الاول حقيقه الذي ظهر فيه الاهلي بشخصيه البطل باداء مميز، بهجمات بانطلاقات. الشحات في الجانب الايسر، الشحات وقفت تحت رجله الكوره. يرجع مره ثانيه الشحات يبحث عن امام دايما بيقدم حلول حلوه امام الحقيقه لزملائه، ويصل امامنا اهو بالكوره من الشمال لليمين الى محمد هاني يلعبها حلوه قوي لاكرم. اكرم ياتي دور مروان، لكن تمريره وحشه قوي يا اكرم، خطيره تصل الى رودريجيز. هجمه عن طريق يانساس، ادي امامنا خطا في التمرير من اكرم. انطلاقه من رودريجو البرازيلي العرضيه، لكن يا ولد عبد المنعم، يا ولد محمد عبد المنعم، اخطر كوره اللي فاتت دي عرضيه رودريجو وتعامل معاها عبد المنعم يعني بشكل مميز. اول كوره خطيره كده تحس فيها طبعا بخلاف راسيه مرياح اللي ما اكتملتش وكان فيها فاول. مره ثانيه تعود بيرسي تاو اللي بيحاول امامنا احتفاظ بالكوره. كرة ترجع مرة ثانية. أكرم توفيق وسط ملعب. مروان عطية، كريم فؤاد في الجانب الشمال. كريم لكن تمريرة طويلة على أمام. خلاص، شوف جهد بدني كبير بذل في شوط المباراة الأول. محمد عبد المنعم بتدخل رائع. بص، عرضية كانت خطيرة من رودريجو اللي كان بيكمل في اللقطة اللي فاتت من الجنب الشمال بعد خطأ أكرم توفيق في التمرير. ضغط العالي الأهلاوي اللي كاد يسفر عن هدف لولا براعة ياسين مرياح. أشال كورة من أمام الشحات كانت خطيرة جدا. مصطفى شوبير يلعب بقدمه بشكل مميز. مصطفى راسية الشحات، واحد من نجوم الشوط الاول. حسين الشحات واحد من نجوم الشوط الاول. محمد هاني، الحقيقه كلهم نجوم، كل الاهلي نجوم شوط المباراه الاول. بيرسي تاو امامهم، اداء في نوع من الالتزام، في نوع من الانضباط، في توازن، في انتشار حلو في الملعب، في تمريرات، في محاولات، في هدف وهو المهم حتى الان في شوط المباراه الاول بنيران صديقه من جانب روجيه إيوالو بعد ركنيه الشحات وراسيه رامي ربيعه بعد 4 دقائق من عمر المباراه. انطلاقه جديده امامنا. امام يا لعيب، امام عاشور. يا ولد هذه الكره بقى فيها لمحه وفيها لمسه حلوه. سجل في امبي والزمالك في الكاس، وسجل في اتحاد جده في كاس عالم للانديه، وسجل في الدوري في مرمى الجونه والاسماعيلي، وكاد ان يسجل افريقيا لاول مره بعد هذه اللمحه الابداعيه. الوادي امامنا هنا. الوجوه بقى النهارده ايه يعني؟ الكبار، العجائز، الشباب والشابات، الاطفال، كله النهارده خلف النادي الاهلي، كله النهارده خلف المرد الاحمر في هذه الليله اللي الاهلي متفوق فيها حتى الان بالهدف الوحيد اللي سجل بنيران صديقه بين اللاعب إيوالو. مره ثانيه انطلاقه بيرسي تاو، هجمه للاهلي. هل ينهي الاهلي الشوط الاول بهدف ثاني ويعقد الامور تماما؟ ادي امام، ولكن فين يا امام؟ الكره الثانيه لامام، كره اتحرك حلو قوي. بص تحركات حلوه. شوف امام لسه كنا بنتكلم عليه في الشمال وقطب لجوه وسدد كره خادعه كانت ممكن قوي لو يعني في ارتفاع اقل كان ممكن يسجل منها. بص امامنا هنا ادي اكرم دقيقتين وقت بدل ضائع. المذيع الداخلي لملعب القاهره الدولي، استاد الرعب، الحضور الجماهيري اللي امامنا. هذه كره امام اللي كانت في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي لشوط المباراه الاول. 1-0 للاهلي. المقدمه حمراء في ليله حمراء في هذه ان شاء الله هذه المباراه في ليله حمراء ان شاء الله للاهلي. ادي الكره بتاعت حسين الشحات اللي شالها ماميش، واحده من محاولات الاهلي الحلوه. المارد الاحمر اللي دائما الحقيقه يعني جمهور وراه في كل مكان. وراك يا اهلي، انا كعب داير زي نسر الاهلي طاير. ده يعني اغاني جمهور الاهلي وعشاق ومحبي المارد الاحمر. كرة ترجع مرة ثانية على طول. الكرات العالية في اتجاه الشحات. مباراة مع محمد بن علي. إمام في الجانب أمامنا هو. بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. محاولة من جانب ساس. الترجي لم يحضر في هذه المباراة.
الترجي التونسي ما حضرش في اللقاء حتى الان، سجل بالخطا في مرماه اللاعب روجيه اولو. تسيد الاهلي الشوط الحقيقه في بعض الفترات في سيطره على مستوى الاستحواذ والسيطره، ممكن نشوف ارقام الترجي، لكن الاهلي الحقيقه يسير هذه المباراه بذكاء وخبرات، بطولات والقاب وتتويجات الاهلي الحقيقه، وشخصيه لاعبي الاهلي ورؤيه مارسيل كولر. ولا تنسى عزيزي المشاهد طبعا الحضور الجماهيري صاحب الفضل الاول في هذه الملحمه الاهلاويه. الهدف الوحيد حتى الان محمد هاني، كره العرضيه لكن مقطوعه بقى المره دي، تصل لبن حميده، هجمه وانطلاقه وسط ملعب غيلان امامنا هو الشعلالي، كره من خلال يانساس البرازيلي اللي اختفى تماما. يانساس عدى من مروان، يانساس تدخل وفاول امامنا هنا، والوقت الاصلي والوقت البدل الضائع انتهى في شوط الوقت الاول. امام امامنا، ادي امام حكم اللقاء جاك الندلا، الحكم الكونغولي صاحب ال 36 عام، على فكره برضه حكم لمصر بالمناسبه في مباراه سيراليون، هدفين لتريزيجيه في تصفيات كاس العالم، وايضا كان حكم تصفيات كاس عالم 22 مصر والسنغال، وكان حكم ايضا دور 16 في افريقيا اللي كانت طبعا في الكاميرون لما مصر تخطت كوت ديفوار وقتها بركات ترجيح، تعادل سلبي وركلات ترجيح. هو ايضا كان ادار للمنتخب المصري 3 مباريات. خلاص الدقيقة الثالثة واحنا عارفين طبعا حكم اللقاء جاك ندلا هو الميقات الوحيد. بص دايما الكرات الثابتة تتلعب على القائم البعيد، دايما هتلاقي مرياح، هتلاقي توجاي. التعامل مع هذه الكرات ندلا اخر كرات الشوط الاول ملعوبه من ساس ومعاها صفار انتهى الشوط الاول. الاهلي بهدف بنيران صديقه من جانب اللاعب روجيه اولو بعد 4 دقائق، ركنيه حسين الشحات اللي حولها رامي ربيعه براسيه، فسجل الاهلي اول اهداف المباراه.